الله حوج أو زكاتم يصجت وبلن. أعزائي الطلاب، نبدأ الآن بدرس جديد مع حرف الجديد. الحرف الجديد هو حرف الحاء. ح حرف مركب من حرف الكي وحرف التخفيف، بصير ح إلى نوعان من الكتابة، كبير مطبعي وكتابي كبير وصغير. ح ككلمة مستقلة إلى معنيين: الكلب، ح كلب، وح شعير. ح كلب وح شعير. على اليسار في صورة كلب مكتوب تحته شقواح. شقواح مؤلفة من عدة رموز. صيد. شقوة بصير اسم فاعل، مع الاسم بصير اسم فاعل، صياد. شقوة صياد. ح كلب. شقواح كلب صيد أو كلب الصياد. كلب الصياد أو كلب صيد. شقواح. جنبه في حاتو. حاتو اسم علم مفرد حات، والحات هن الحسيين. بالتاريخ القديم في قبائل الحسيين الكلمة هاي تابعة لها الحسيين. حاتو اسم علم. قاحغ تحت كلمة قاحغ. قا سابقة بحدد اتجاه حدوث الفعل. قا حسب الضمير اللي بعده، إذا ما في بعده ضمير بده يصير بحسب بصير الاتجاه باتجاه المتحدث. أما قاحغ في ضمير، الألف هو الآ يعود إلى الشخص الثالث المفرد في حالة الجمع. قاحغ المفرد قحغ، الجمع قاحغ. ح خذ وأعطي. قح هات لهون، خذ لهناك. قاحغ. والغين للفعل الماضي. قاحغ معناته جلبوا في الزمن الماضي، جلبوا معهم. قاحغ جاءوا بقاحغ. اللي بعدا على اليمين في شقواحكر. شقواحكر أيضا من عدة رموز، مثل ما قلنا صيد. صيد أصل الكلمة صن، ما عمنا نحط النون مشان ما نلبكن فيه، والمصدر صن ما بنحط النون. فعل أمر، صد يعني صيد. شقوة الكوا اسم فاعل بصير صياد. ح كلب. شقواح معناته كلب الصياد. في وراء خي للجمع، كلاب الصيد. وفي بعد الخي الآر التعريف. شقواحكر المعنى الحرفي الكلاب الصيد، ما فيها التعبير بالعربي بنقول كلاب الصيد. كلاب الصيد هذا معناه شقواحكر. تحكم جح. هون في غلطين. أول غلطة نحن بنقول تحكم جح، لا، تحكم جح. نحن بدنا نمشي باللهجة المكتوبة في الكتب ولهجة الأدبائنا وشعرائنا واللهجة الموحدة. وتاني غلطة، الكتاب عاملين
غلطانين هون كمان، غلط مطبعي طبعا. كاتبين هون تحكم شغ شغ، بدال الإغ حطوا حرف الحي مشان يصير تحكم شح. طبعا هذا الكلام للي معهم كتب تعليمية عم بيتابعونا يصلحوا كلمة تحكم شغ، يشيلوا الغين يحطوا حرف الحي بصير تحكم شح. تحكم شح، تحكم شح أرنب. تحكم أذان شح طويل، يعني مثل ما بتقول أبو أذانين طوال، ما في غير الأرنب. تحكم شح هذا معناته الأرنب. تحكم شح إذن أرنب، ما شح شح. تحكم شح أرنب. شاق وخر، عنوان النص شاق وخر. شاقوة صياد، شاقوة صياد. خ الجمع والآر للتعريف، الصيادون. شاق وخر الصيادون. شاق وخر. النص حاتورة تاترة شاقوة زدقوخ. زدقوخ. حاتورة تاترة شاقوة زدقوخ. حاتو اسم علم، ر صار واو العطف، تات الوالد للنداء طبعا، تات ر كمان حرف عطف. إذن حاتو والوالد شاقوة ش صيد قوة اسم فاعل صار صياد. زدقوخ زد مع بعض، قوة ذهاب، خ جمع. زدقوخ يذهبون مع بعضهم البعض، مع بعضهم البعض. طبعا باللغة العربية هون بصير يذهبان، بما أنه ما فيها المثنى باللغة الشركسية لازم نقول يذهبون. شاقوة زدقوخ. إذن حاتورة تاترة شاقوة زدقوخ. شاقوة زدقوخ يعني الحاتو والوالد يذهبون مع بعضهم البعض إلى الصيد، إلى الصيد. آخمرينو شقوة حخر زدا شخ. آخم هؤلاء، هؤلاء. رينو دائما، أخذت الكلمة رينو دائما. شقوة حخر شاقوة قلنا شاقوة صياد، ح كلب، خ جمع والآر للتعريف كلاب الصيد. زدا شخ زدا مع بعضهم، ش يأخذ يقود إلى، خ جمع. إذن هؤلاء يأخذون معهم كلاب الصيد، يأخذون معهم كلاب الصيد. حاتو تغاسى تحكم جحا كحغ. حاتو الشخص الثاني اللي مع أبوه اسمه حاتو. تغاسى البارحة، تغاسى البارحة. أخذت الكلمة أنت تغاسى البارحة. تحكم جحا، تحكم جحا أرنب. قحغ، قحغ جلبة، قحغ جلبة. ق بحدد اتجاه الفعل، ق. والكسرة ضمير الشخص الثالث اللي هو ضمير الشخص الثالث المفرد. ح أخذوا عطاء، غين فعل ماضي. قحغ جلب معه، جاب معه يعني أرنب، اصطاد أرنب وجاب معه. تاتا مزجترة بسجترة قحغ. تاتا الوالد مزجت. مزجت نوع من الطائر الموجود في غابات القفقاز بكثرة، بيقولوا لهم طائر مثل الدجاج الأهلي ولكن بغير لون وإجري أطول، بيعيش بغابات القفقاز. مزجت، مزجترة بسجترة قحغ جلب معه الدجاج الغابات
وبط أيضا. الراء هنا الراء فتحة طبعا، واو العطف مزجترة بسجترة قحغ. حاتوي تاتي قاحغر نانا راتغ. حاتو اسم العلم، حاتوي أيضا تاتي كمان أيضا قاحغر قاحغ جلبوا قاحغر الذي جلبوه نانا راتغ نانا أمي راتغ. تن عطاء را ضمير الشخص الثالث المفرد في حالة الجمع راتغ، والغين فعل الماضي. إذن اللي جابوا حاتو والوالد عطوا لأمي. حاتوي تاتي حاتو والوالد قاحغ جلبوا قاحغر الذي جلبوه نانا راتغ أعطوه لأمي أعطوه لأمي. تحت مكتوب سؤالين تحت ختا شاكوة زداكوة خرر. ختا شاكوة زداكوة خرر. ختا من الذي شاكوة صياد أو للصيد. زداك وخرر زدا مع بعض البعض قوة ذهاب خر للجمع، والثاني الراء الثاني للتعريف. مين اللي عم بيروحوا بالصيد مع بعضهم البعض؟ ختا شاك وزداك وخرر. حاتورة تعترى شاك وزداك وك. الجواب تعتورة حاترة تعترى شاك وزداك وك. شاك وزداك وك. سدا شاك قحغر. سدا صد ماذا؟ سدا ما الذي؟ شاك الصيادون. قاحغر قاحغ الذي جلبوه. قاحغ الذي جلبوه. هون قاحغر الذي جلبوه. سدا شاك قاحغر الذي جلبوه. خلصنا الدرس، بنعيد الدرس مع الشرح مرة ثانية أعزائي الطلاب. عنوان الدرس حرف مركب من حرف الكي وحرف التخفيف بصير معناته شعير معناته كلب. معناته شعير معناته كلب. تحت على اليسار شقاح. شقاح صيد صياد كلب. كلب الصياد أو كلب الصيد. شقاح كلب الصيد. جنبه على اليمين حاتو اسم حثي طبعا، والحثيين من الشراكسة قبيلة شركسية. حاتو اسم علم حاتو. قاحغ جلبوا. قاحغ جلبوا. قاحغ جلبوا. على اليمين كمان في شقاح خر. شقاح خر. شقاح خر كلب صيد. شاقوة صياد بصير اسم فاعل. كلب. خر للجمع. شقاح خر كلاب الصيد. كلاب الصيد. كلاب الصيد. شقاح خر. تحكم جح. معلش بنعيد مرة ثانية بنقول هن بالكتاب مخطئين خطأ مطبعي، بدل ما يكتبوا تحكم جح كاتبين تحكم جغ. معلش هذا يحصل في أرقى العائلات مثل ما بيقولوا. تحكم جح. تحكم جح أرنب. شاك وخر. عنوان النص شاك وخر. شاك وخر الصيادون.
شاق أكر الصيادون. حاتورة تعتر شاق زداق حاتو والوالد بيروحوا مع بعضا للصيد. حاتورة تعتر شاق زداق زداق يعني مع بعضنا البعض، عادة بيروحوا مع بعضا. وقوة ذهاب جمع زدق يذهبون سوية، يذهبون مع بعضهم بعض. زدق يذهبون سوية. آخمرينو شقوا حكر زدع الشيخ. آخم هؤلاء، ما المقصود بهؤلاء؟ هؤلاء يعني الولد والثاني وحاتو. آخم رينو دائما شقوا حكر كلاب الصيد زدع الشيخ. زدع الشيخ. آها بيجي مع تبعية، يعني زدع الشيخ مع زدع الشيخ دع الشيخ يأخذونهم معهم. ده معناته مع كمان مع زدع الشيخ يعني يأخذونهم معهم. قادة قادة أو مثلا مجالر يعني ديش يعني هالولد خذه لعند أمه. فعل أمر. قد الشين أثقل بصير صيد، أما بصير قادة. كمان بصير حليب. بصير طلقة أو رصاصة. هون معناته أخذ وقاد، أخذه معه قاده معه. للجمع زد يأخذون كلاب الصيد معهم. حاتو تغاسى حق حقي حغ. حاتو اسم العلم. حاتو تغاسى البارحة تحق تحق أرنب قحغ جلبة. قحغ جلبة. تحكم شحة أرنب يعني تحكم أذان شحة طويل أو أذانين طوال. هذا اسم تحكم شح بالتشركسي، اسم على مسمى مثل ما بيقولوا تحكم شح. قحغ قحغ جلبة. جلبة كلمة بيعطي معنيين. الأخذ بصير العطاء والأخذ. هات خذ. تاتا مزشتر بسشتر قحغ. تاتا الوالد مزشتر قلنا طير بعيش بالغابات هناك. بسشتر البط والآر فتحة واو عطف. قحغ شوف تحليل كلمة قحغ. قاف بحدد اتجاه الفعل. الكسرة يعود إلى الشخص الثالث المفرد هو. أخذ أو عطاء. غين بالماضي قحغ معناته جلب قحغ جلب معه مثل ما بتقول جلب قحغ. حاتوي تاتي قحغر نانا راتغ. حاتو الولد حاتو أيضا تاتي أيضا. الوالد تاتي الولد والياء لكلمة أيضا. قاحغر شوف فوق في قحغ هون قحغ. للمفرد صار للجمع لأنه القاف يحدد اتجاه الفعل. للجماعة وهناك اللي فوق الكسر للمفرد. قاحغر الذي جلبوه نانا راتغ. أعطوه لأمي. عطاء. ضمير الشخص الثالث في حالة الجمع. راتغ.
أيوة، راتغ معناته أعطوها، راتغ معناته أعطوها. هون في سؤالين بآخر الدرس. ختا شاقوة زداق وخرر، إن خت من يستعمل للأشخاص. ختا الألف هذا استفهامي بصير من الذي، من الذي. شاقوة صيد، قوة اسم فاعل بصير صياد. شاقوة صياد. شاقوة زداق وخرر، زداق وخرر، زدا مع بعض من بعض، قوة ذهاب، زداق ذهاب اسم فاعل بصير قوخ، خ للجمع كر، والر الثاني ال للتعريف. مين اللي عم بيروحوا بالصيد مع بعضهم البعض؟ طبعا الجواب بده يكون شاق زداق وخرر تعترى حتورة، تعترى حتورة. السؤال الثاني اللي تحته، سدا شاق قاحغر. سدا، سد ما، ماذا. سدا ما الذي، ما الذي. سدا ما الذي. شاق شاق صياد. شاق صار جمع، صار جمع ساق قاحغر. شاق قاحغر. ما الذي جلبوه الصيادون. قاحغر، قاحغر. ما الذي جلبوه الصيادون. سدا شاق قاحغر، ما الذي جلبوه الصيادون. الآن ننتقل إلى كلمات الدرس وقواعد الدرس. كلمات الدرس كلمات قليلة جدا، طبعا صار عندكم ذخيرة كافية من الكلمات. وقواعد الدرس أيضا نفس قواعد الدرس السابق، بنشرحهم مرة ثانية معلش. كلب أو شعير. كلب أو شعير. أيوة. تحكم جح، تحكم جح أرنب. تحكم جح أرنب. تحكم أذان، جح طويل. تحكم جح أبو أذنين طوال، هذا اسم على مسمى كما قلنا أرنب. تحكم جح أرنب. مع إرفاق، عم ترفق. زداش، زداش. ديج. إذن زداش مع أرفق، ارفق. زداش خرر الذين يأخذون معهم. قده، أرشده إلى، قده أرشده إلى. بيجي معناته حليب، بيجي معناته طلقة أو رصاصة. شقواح، شقواح. اسم فاعل صياد. كلب. شقواح كلب صيد. شقواح كلب صيد. أعزائي الطلاب، هون خلصنا الكلمات، بقي علينا قواعد الدرس نفس القواعد السابق. عنوان الدرس بيقول قوات صخر، قوات صخر، شغات صخر مش زر زخوج خرر. قوات صخر، شغات صخر مش زر زخوج خرر. كيف يتغير الأعداد من المفرد إلى الجمع؟ طبعا كتابة يتغير بإضافة أداتين، إما حرف الخ، إما حرف الخ، وإما حرف الم. شالة، شالم، شالخ أو شالخر. مثلا شتو، الجمع بصير شتوخر أو شتوم. شتوخر أداة جمع، شتوم كمان أداة جمع. بسشت مفرد، هذا كيف بنجمعه؟ بسشت خر
بسشتم. إذا أدوات الجمع عندنا باللغة الشركسية أداتين، حرف الخ وحرف الميم. خ وميم. الخ أحيانا بيجي، أحيانا كثيرة بيجي معناته الإر، تشالخر للتعريف، تشالخر. تشالم ما بيجي معناته تشالمر، لا بيجي ما بيجي معناته. أعزائي الطلاب، إلى هنا ننتهي من درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.